في حدث نادر الإخوان، تساقطات ثلج في هذه اللحظات بمدينة وجدة. ما شاء الله تبارك الله. هذا خير الإخوان، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025. سبحان الله سبحان الله. شوفوا الخيرات الإخوان، شوفوا الخيرات اللهم بارك. ما يغرنا لا بالجوال. غادي يصبحوا الكيزير، غادي يصبحوا الكيزير. اسمع نقول لك واحد الهضره فوق السب. والله ما نخرج من الجماعه. انا عمري قبل والله ما نخرج من الجماعه حتى هو قبل. طلعنا بقى هكا، انا صافي ما نزيدش نقلع صافي غير عوم الارض. كيف نديرو؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. بعد سنوات طوال من الغياب، الثلوج كترجع لتكسو مدينة وجدة حاضرة جهة الشرق. في مشهد نادر عاد إلى الأذهان، صور طالما ارتبطت فقط بالمناطق اللي فيها الجبال أكثر من المدن الشرقية. البارح الثلاثاء شهد سكان مدينة وجدة بياضا غطى قاع الشوارع والأسطح، وأعطى المدينة واحد طابع مختلف وجمال استثنائي قلما شهدته هذه المدينة. المدينة أمس الثلاثاء 6 يناير 2026 لبسات واحد الحلة اللي غبرات عليها سنين وأعوام. الهدوء نزل على الأزقة، ولكن هذه المرة هذا الهدوء كان عامر بالبياض. تلج غطى كل شيء، غطى الشوارع، الأسطح، الشجر، وحتى هذوك البيوت القديمة اللي كانت شحال هذه كتشوف هذا المنظر نادرا. اليوم رجعت لهم الذاكرة. كيفاش؟ شوفوا معايا هاد الفيديوهات، شوفوا كيفاش مدينة وجدة ولات بحال شي لوحة مرسومة بالريشة. الناس خرجوا مدهوشين حيت هاد المشهد كان بالنسبة لهم غير حكايات كيعاودوها لهم جدودهم على عام الثلج. اليوم الجيل الجديد كيعيش هذه اللحظة مباشرة وكيوثقها بكاميرات الهاتف باش تبقى حتى هي ذكرى للزمان. الفرحة اللي كنشوفوها في عيون الوجديين ماشي غير حيت المنظر زوين، هي فرحة ديال التفاؤل بعد سنوات ديال الجفاف وجفاف السدود اللي خلى القلوب حزينة. جاء هذا الزائر الأبيض باش يبرد على السكان شوية. شو هذا الثلج هو رزق، هو أمل في خريف وشتاء مروية، وهو علامة ديال الخير اللي كتمنى كاع ساكنة جهة الشرق والمملكة كاملة. ملي كتمشى في ساحة سيدي زيان ولا باب سيدي عبد الوهاب كتحس بلي المدينة تبدلات الطاقة ديالها. البرد قارس ولكن الدفء كاين في ديك الضحكات ديال الدراري الصغار اللي كيشوفوا الثلج لأول مرة في مدينتهم، وفي ديك اللمة ديال العائلات اللي خرجوا يتصوروا ويتمتعوا بهذا المنظر الجميل والتاريخي. ولكن هذا البياض ما جاش من فراغ. المديرية العامة للأرصاد الجوية كانت حضرات في ديك النشرة الإنذارية وقالت بلي كاين اضطراب جوي قوي جاي من القطب الشمالي، كتلة هوائية باردة بزاف هي اللي خلات الحرارة تنزل لدرجات الدنيا ما تعودناش عليها في كاع المغرب، وخصوصا في مدينة وجدة اللي هذه المدينة المعروفة بمناخها القاري الجاف، وديما اللي كتشوفوا كتلقى فيها العجاج وكتولي المدينة صفراء. هذا التحول المناخي كيذكرنا باللي الطبيعة ديال الله سبحانه وتعالى اللي كيوحي لها دائما قادرة على أنها تفاجئنا. التساقطات الثلجية اللي شملت المرتفعات والمناطق المجاورة وصلت لقلب المدينة وخلات الأسطح والساحات تولي بيضاء تماما. هادشي أيضا كيتطلب منا على أننا نردوا البال، حيت هذه الجمالية موراها مسؤولية كبرى. صور انا وياه.
تبارك هيا شتي 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 يا ولدي الله الثلوج مازالت متواصلة بمدينة وجدة. منظر رهيب رائع، منظر يستحق. وفي الوقت اللي حنا كنفتخروا بهذا المنظر الجميل، كاين جنود الخفاء اللي سهرانين. السلطات المحلية في استنفار كبير باش يضمنوا أن الطرقات تبقى محلولة وحركة السير ما توقفش. كانت مجهودات باش يحميوا الناس اللي في وضعية هشة، والمشردين اللي في هذا البرد القارس يقدر يأذيهم. هي لحظة ديال التأمل في قدرة الخالق سبحانه وتعالى، ولكن هي أيضا لحظة ديال التضامن الوجدي المعروف. خاص الجيران يسولوا في بعضياتهم، والناس تحاول تعاون باش هاد الأيام ديال ولا هاد الليلة ديال الثلج تدوز بسلام وبلا حوادث. الثلج في المغرب دائما كيكون مرتبط بهذا الروح ديال المساعدة، خصوصا في الأقاليم المعروفة بكرمها. اليوم ملي غادي تشرق الشمس يقدر هذا الثلج يبدا يذوب، ولكن الأثر ديالو غادي يبقى محفور في قلوب الوجديين لسنوات طويلة لمنين ما شافوا هذا المشهد. 2026 بدات بواحد الهدية غالية من عند الله سبحانه وتعالى. هذه خلاتنا نرجعوا للور نتفكروا قيمة الطبيعة وقيمة الصبر. وجدة اليوم كتقول لنا باللي من بعد كل شدة كاين فرج، ومن بعد كل جفاف كاين بياض كينقي القلوب وكيسقي الأرض. نتمنى أنكم تستمتعوا بهذه الصور اللي كتوثق ليلة بيضاء تاريخية في مدينة الألف سنة، ليلة رجع فيها الزمان ولبست فيها مدينة وجدة أغلى ثوب عندها. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. الله الثلوج مازالت متواصلة بمدينة وجدة. منظر رهيب رائع، منظر يستحق الصراحة الزيارة لمدينة وجدة للناس اللي في النواحي. وخلي في مدينة وجدة التي تكتسي البياض بعد سنوات.